ازاي تقدر تعمل فكرة مشروع في 5 ايام بس. مساء الفل. جيك وجون وبريدن 3 مهندسين كانوا شغالين في جوجل، اخترعوا تكنيك جديد بيستخدم في حل المشاكل واختراع الافكار الجديده. التكنيك ده اسمه سبرنت. هنتكلم في فيديو النهارده ازاي تقدر تعمل برين ستورمينج سيشن وتطلع بافكار تفيد المشروع بتاعك. عشان نقدر نعمل ده في شويه elements لازم تكون موجوده في السيشن بتاعتنا، زي ان احنا يبقى معانا ماركر، فليب شارتس، وايت بورد، ومعانا شويه ورق واقلام عشان خاطر الناس اللي موجوده معايا في السيشن تقدر تاخد النوتس بتاعتها. تاني حاجه محتاج تبقى عامل الماركت ريسيرش قبل السيشن وجايب سامبل من البرودكت بتاع الكومبيتيتورز بتوعك. ده هيفيدنا لو عايزين نبص على واحده من الفيتشرز اللي موجوده في البرودكت بتاع الكومبيتيتور بتاعي. بعد كده هنجيب مجموعه ناس يفضل يكون عددهم اقل من 5 اشخاص عشان هيلعبوا دور الاند يوزر بتاع البرودكت اللي انا بعمله، ولازم يكون في حد بيلعب دور الديسايدر، وده هيكون اللي بياخد الريكوردز اللي بنطلع بيها من السيشن بتاعتنا. ممكن نبقى نعتبره السي او بتاع الشركه. فضي نفسك لمده 5 ايام من الساعه 10 للساعه 6، واخر يوم خالص هيبقى هو التستنج بتاعنا، وهنعزم فيه مجموعه من صحابنا اللي هنجرب بيهم البرودكت بتاعنا، ولازم يكون صحابنا دول من نفس الكاستمر سيجمنت اللي احنا هنقدم لهم البرودكت بعد كده. اليوم الاول هيبقى شعاره begin with end in mind. ابدا بالنتيجه اللي انت عاوز تطلع بيها. شكل البرودكت في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي؟ خليك متفائل على قد ما تقدر، واشرح للناس اللي معاك ايه النهايه اللي انت عايز توصل لها، قد ايه البرودكت بتاعك هيخلي الناس مبسوطه او هيفرق ازاي في حياتهم، عشان نقدر نطلع باكتر فايده من السيشنز بتاعتنا. حدد نوع العميل اللي انت عايز تارجته، واكتب ازاي هتقدر توصل له، وحاول على قد ما تقدر تستعين بناس عندها خبره واعرف منهم ايه المشاكل اللي انت ممكن تواجهها. اكتب اقتراحات ازاي تقدر تعديها، وخلي الفريق العمل اللي معاك يختار اكتر اجابات يشوفها مناسبه وواقعيه. وهنا هنكون رسمنا الكاستمر جيرني بتاعتنا. اليوم الثاني هنعمل برين ستورمينج عن الحلول اللي احنا طلعنا بيها. خلي كل حد من فريق العمل معاك يطلع يتكلم لمده 3 أو 4 دقائق، وكل واحد يحكي مشكله هو حصلت معاه قبل كده ويقول لنا احساسه كان عامل فيها ازاي والمشكله اتحلت على ايه. محتاج تكتب كل الافكار دي وعلقها على فليب شارت. في اليوم الثالث هنبص على فليب شارت ونشوف كل الافكار اللي اتكتبت، وهنخلي كل واحد من المجموعه اللي معاك يختار الحلول المناسبه بالنسبه له، عن طريق ان هو يطلع ويختار ويعلم على الحاجات اللي شايفها مناسبه. بعد كده هنختار اكتر سوليوشن الناس اختارته ونبدا نرسم له ستوري بورد، زي بالظبط ما نكون بنعمل مايند مابينج. في اليوم الرابع هنبدا ننزل بالديتيلز من الستوري بورد دي، نحاول نطلع منها مينيمال فاليو برودكت او ام في بي، بحيث يكون الفيتشرز بتاعت البرودكت بتاعتي ظاهره فيه، عشان بعد كده لما هنجيب الناس تعمل تيست تبقى قادره تشوف بالظبط ايه البنفيت من البرودكت بتاعك. اليوم الخامس بنسميه كاستمر فيدباك. زي ما قلنا في اول الحلقه هنعزم ناس من نفس الكاستمر سيجمنت اللي احنا عايزين نتارجته، وهيبدا الديسايدر يتكلم عن البرودكت بتاعك، هيشرح لهم السبب ورا ان احنا نعمله وايه الفيتشرز اللي موجوده فيه. بعد كده هنبدا نسمع من الكاستمرز بتوعك الفيدباك. لو الفكره بتاعتك عباره عن برودكت هنديهم سامبل منه وهنخليهم يجربوه. خليهم يملوا فيدباك فورم، هتفيدك بشكل كبير جدا وانت بتطلع المنتج النهائي بتاعك. في النهايه الطريقه دي ممكن تكون شويه محبطه ليك لو لقيت الفيدباك بتاع الكاستمرز بتوعك مش زي ما انت متوقع او مش زي ما انت عايز تطلع بيه. وفي الحاله دي بننصحك بحاجه من الاثنين، يا اما تغير نوع الكاستمر بتاعك، لان في الاغلب ممكن يكون البرودكت بتاعك كويس ولكن مش لنفس الكاستمر سيجمنت اللي انت كنت مفكر ان هو البرودكت ده هينفعه، فساعتها محتاج تدور على كاستمر سيجمنت تاني، وممكن ترجع للخبراء اللي انت خدت رايهم في الاول وتاخد رايهم في الفيدباك اللي طلع من الناس. الحل التاني ان انت تغير من شكل البرودكت بتاعك بيزد على الفيدباك اللي انت اخدته. اوقات كتير بيبقى صعب لان احنا بنبقى متمسكين بالفكره بتاعتنا بشكل كبير جدا، ولكن الاكسرسايز ده بيبقى مفيد لان احنا نزلنا الارض الواقع وشفنا الفيدباك الحقيقي. فحلو ان احنا نكون عرفنا الفيدباك ده قبل ما ننزل السوق. ونشوفكم الحلقه الجايه.